وهلا حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية يا رب العالمين. جيتكم اليوم فيديو جديد. طريقة عمل حلاوة الطحين بالفستق. حبايبي، اني طبعا ما رديت اصور لان كان يمنع مال بناء، فعالسريع سويت يعني الحلاوة مع الطحين. حتى الستاند مالتي مكسور فما قدرت احط الموبايل، شلته بايدي الثانية. فقلت لا، خل اصور لهم على مود البنات يستفادن من الطريقة. شنو هي الطريقة بنات؟ اول شي تجيبين الجدرية لا بيها زيت ولا دهن، تحمسين بيها الطحين ويا الفستق شلون ما بالفيديو. يعني تحمسين الطحين والفستق سوا بالجدرية على الحرارة بس مال الطباخ، يعني لا حاطة دهن ولا زيت ولا اي شي، لحد ما يصير هذا اللون ياخذ عندك اللون الذهبي الكاكاوي. فهذا اللون الفاتح يصير عندك لون ذهبي. ظلين عليه النار وتقلبين بيه على السريع على مود ما يحترق عندك، بس لازم عليه النار. اذا نار هادئة ما راح يطلع عندك هذا اللون. فعلى نار عالية تظلين تقلبين بس ما تعوفينه ابد لحد ما ياخذ هذا اللون الذهبي. بعدين شو تسوين؟ تطفين النار وتحطينه في صينية لحد ما يبرد، او تخليه بالجدرية، بس انا هناك كنت مستعجلة كلش عليه فحطيته بالصينية لحد ما يبرد. يعني تعوفينه يبرد يلا تشتغلين بيه مرة ثانية. هسه سويت هنا، أنا رجعته بنفس الجدرية. باع بنات صار بارد، اضيف عليه مي بارد تقريبا هنا نص كيلو طحين. نص كيلو طحين عليه دولكة مي، يعني تقريبا لتر مي او لتر ونص، انت حسب تردينه ثخين او خفيف، فانت بكيفك براحتك. هسه ايش راح اسوي بهذا المضرب؟ اتجانس الطحين ويا المي على مود ما هي اصلا ما راح تبقى عندك تكتلات. فهاي الطريقة المضبوطة بنات. اللي تحب تستغني عن الفستق عادي، لا تحط فستق، راح تصير حلاوة مع الطحين عادية. بس انا حبيت اضيف الفستق وياه لان انطاها طعم يخبل. تظلين هيك تضربين بيه لحد ما تحسين يعني خلص تجانس الطحين ويا التم العفو ويا المي. تمن شنو؟ المهم، فشوفن بنات هنا تجانس عندي هنا، يعني ذاب عندي الطحين ويا المي. تحب تضيف حليب مكان المي عادي، هم يصير حليب سائل مكان المي، بالعكس راح يعطيها طعم اطيب. هنا بنات راح اضيف هذا مي الورد. مي الورد تضيفين تقريبا استكان مي ورد على هاي الكمية. شوف بنات هنا تقريبا ضفت عن استكان، راح يعطي نكهة كلش طيبة. وش عندي هيل صحاح، يعني صحيح طحنته بالطاحونة وراح اضيفه عليه. ليش صحيح؟ لان الهيل المطحون ما راح يعطيك النكهة مال الهيل الصحيح. الهيل الصحيح تصير النكهة مالته اقوى من المطحون. هنا ضفت الشكر. الشكر بقى بنات حسب انتي ما ترديها، يعني حالاتها، يعني ضيفي شكر وذوقي المي شوفي حلو او مو حلو. فانت حسب انت اللي تحبينه، فما اقدر اعطيكم يعني اني كمية من يمي، لان اكو ناس تحبها حلوة، اكو ناس تحبها متوسطة يعني الحلا مالتها. شوفن بنات هنا انا مصعدة النار على اعلى شي، تظلين عادي هنا تخوطين بيها لحد ما تثخن، ما تهديها ابد، يعني تظلين تخبطين بيها. شوفن بنات هنا ظليت اخبط بيها. هسه بدت شنو؟ شوية قامت تثخن عندي. شوفن بنات شوية قامت تثخن. شوف حبيت اقرب لكم الصورة. هسه شوفوا هنا بنات ثخن عندي كل الحلاوة سخنت عندي. شوفن شو؟ بس هسه هنا ما راح اطفيها، راح اظل اخبط بيها لحد ما تصير شوية بعد اثخن عندي. هسه هنا ثخنت عندي الحلاوة. شوفوا بنات شلون ثخن قوامها، وهاي الفقاعات بدأت تطلع، بس انت لا تخلي هاي الفقاعات تطلع،
على مود متل عندك الحلاوة بالشعبية ما تجدريه، ظل اخبطي بيها. شوف هسه هذا القوام الاني اريده. هسه راح ابدا اطفي عليها النار واصبها هي حارة، ما يصير صبيها هي باردة لان راح تجمد، فصبيها هي حارة بالماعين. شوفوا هنا القوام مالتها شلون طلع حلو يخبل. هنا هذا القوامها كلش هاي هي هيك يعني تشيلينه هذا القوام مالتها، يعني صارت حلاوة كلش طيبة. بنات جربوها وكتبولي يعني طعمها بالتعليقات شلون طلعت عندكم. طلعت كلش طيبة. أتمنى Mm-hmm.